اللقاء سيكون لقاءً مثمراً. ارتأينا كجهة ثقافية فكرية معنية بالمساهمة في بلورة رؤية للهوية الوطنية السورية الجامعة بكل مكوناتها وثقافاتها المتعددة والفسيفساء الموجودة، وما يشهده الشرق الأوسط من تطورات واصطفافات واستحقاقات وتحالفات شديدة في الآونة الأخيرة. وفي ظل الأوضاع المتأزمة والصعبة في سوريا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتبعاتها على كل أفراد الشعب السوري، ارتأينا ونصل بمسؤوليتنا والحس الوطني والتي تشكل أهم مرتكزات الهوية الوطنية الجامعة، أي علاقة الوطن والمواطن ودور المرأة في تحقيق ذلك. لذلك ارتأينا أن نعقد هذا اللقاء ونناقش القضايا البنيوية والجوهرية في تقوية الجبهة الداخلية ولإضعاف حجة التدخلات الخارجية وحججهم حول حقوق الإنسان والديمقراطية والقانون واستقلال القضاء إلى كل ما هنالك. لقد باتت هذه القوى تحتل جزءاً هاماً من تراب وطننا وعلى رأسها الاحتلال التركي. وفي اعتقادنا أن بداية الحلول تتم باللقاءات والحوارات والتشاورات مع الشخصيات النسوية والاعتبارية والثقافية لنصل معا إلى رؤية وطنية ديمقراطية مشتركة تعبر عن كل السوريين. طبعا ما ننتظر انه يكون حلول جاهزة من الخارج، ابدا ما راح تكون هناك اي حلول. طبعا الوجود الخارجي بالدرجة الأولى والاحتلال هو عمق هذه الأزمة، عمقها بشكل أكبر. دائما الخارج لديه أجندات ينفذها ولا يهمه معاناة الشعب السوري الحقيقي الذي يعاني الويلات من جراء هذه الحرب التي ما زالت مستمرة إلى الآن. وبالتالي بهذا المنتدى أو اللقاء التشاوري النسوي نتمنى أن نتواصل أو يكون لدينا دائما استمرارية في التواصل، ويكون لدينا حلول ومبادرات من أجل دائما أن يكون هناك دور للمرأة الفعلي، للمرأة السورية دور فعلي في سواء في ناحية اتخاذ القرار أو المشاركة السياسية في كل المجالات التي هي بالفعل عانت من التهميش في فترة الأنظمة المتتالية وما زالت تعاني التهميش. وبالتالي حان الآن في هذه المرحلة الصعبة جدا والحساسة جدا أن يكون للمرأة بالفعل دورها وتعيد اعتبارها وتكون هي صاحبة القرار في صنع السياسة والمشاركة الحقيقية في السياسة وفي إيجاد حل لهذه الأزمة السورية. نتمنى من جميع المشاركات اليوم أن يكون لديهن مداخلات حقيقية، خاصة في المحور الأول الذي هو يحمل عنوان الهوية السورية الجامعة. هذه طبعا عنوان عريض وعنوان كثير يعني الكثير، ولكن في نفس الوقت فيه إشكالية كبيرة. هذا العنوان الهوية السورية الجامعة التي لم تتحقق يوما ما على مدى تاريخ سوريا، لأن بسبب الأنظمة المتعاقبة، بسبب الاستبداد الموجود، بسبب يعني استئثار جهة معينة لهذه الهوية.